تواصل الجزائر مساعيها داخل أروقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف من أجل ضمان تمثيلية جبهة البوليساريو الانفصالية ضمن جهاز القرار داخل المنظومة الكروية القارية، وذلك حسب ما صرح به جاهيد زفزاف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس الأربعاء خلال مداخلته أمام أشغال الجمعية العمومية 44 بمدينة أروشا التنزانية. رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم طالب بإعادة النظر في التعديل الذي شهدته المادة 4 من النظام الأساسي الكاف الذي يمنع انخراط الدول الغير أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وهو ما يعتبر خلطا بين السياسة والرياضة، كما يتعارض مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حسب زعم المسؤول نفسه. واستعرض زفزاف على مسامع المؤتمرين مضامين الرسالة التي وجهها إلى إدارة الكونفدرالية الإفريقية، والتي طالب من خلالها بإلغاء التعديل على البند الأول من المادة 4 الذي تمت المصادقة عليه في أشغال الجمعية العمومية المنعقدة في الرباط، والتي تميزت بانتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي خلفا للملغاشي أحمد. وفي رده حول ممثل الجزائر في الكونغرس الكروي القاري، قال الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس السيف إنه توصل برسالة الاتحاد الجزائري مؤكدا إنه لم يكن رئيسا للمنظومة الكروية أثناء إجراء التعديل السالف الذكرى، مضيفا دوري حاليا هو عرض المحضر المصادق عليه في أشغال الجمعية العمومية الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتكم كاتحاد جزائري وتضمينها في المحضر الحالي للجلسة العامة. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية 43 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف المنعقدة في 12 مارس من السنة الماضية 2021 بأحد فنادق العاصمة المغربية الرباط، كانت قد صادقت بالإجماع على الزامية الدول الراغبة في العضوية ضمن الجهاز القاري بالانخراط ضمن منظمة الأمم المتحدة، وذلك بحضور خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية الأسبق. وصوتت الجمعية العمومية الكاف بنسبة 100% من الحاضرين على تعديل القانون المتعلق بعضوية الجهاز الكروي القاري ضمن التعديلات المقترحة في النظام الأساسي، والتي همت أيضا الرفع من عدد نواب الرئيس داخل المكتب التنفيذي من 3 إلى 5 أعضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت العديد من السيناريوهات السياسية تطبخ لإدخالها من باب الرياضة، خصوصا من طرف جنوب إفريقيا والجزائر، لضم جبهة البوليساريو كعضو في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على أساس عضويتها في الاتحاد الإفريقي المنظمة السياسية التي تجمع الأفارقة. وحسب المعطيات التي سبق أن أشار إليها موقع الصحيفة في تقرير مطول، فإن الجزائر وجنوب إفريقيا بدأ العمل على هذا السيناريو منذ 2016 قبل أن يدخل المغرب بقوة في دواليب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. عبر رئيس الجامعة فوزي لقجع الذي ثبت نفوذه داخل السيف بشكل كبير، وعزز حضورها كرقم صعب داخل قرارات أهم منظمة إفريقية رياضية، وهو جعل كل احتمالات خلط السياسي بالرياضي من طرف جنوب إفريقي والجزائر مدعومين ببعض دول شرق القارة أمرا مستحيلا.